نبداو شيخ بالهزيمه تاع اليوم. هزيمه بالنسبه لكم اكيد كانت غير منتظره. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أكيد يعني اليوم لو كان نشوف مجريات المباراة ربما على الأقل كنا نخرج بنقطة تعادل، ولكن دفعنا يعني الأخطاء الفردية اللي كنا ارتكبناها، يعني دفعنا الثمن يعني مباشرة، خاصة لما تلعب هكذا في أعلى مستوى. أخطاء يعني مثل هذه ممنوعة. نظن حتى الأمور يعني كانت صعبة. يعني احنا هذه المباراة الثالثة اللي لعبناها في شهر رمضان، في الأمسية شوية صعبة الأمور. يعني هذه اللي تخلي اللاعبين في بعض الأحيان يفقدوا تركيزهم. وش نقولوا احنا، أكيد هما يعني اللاعبين بذلوا كل المجهودات اللي لازم، لكن ما استثمرناش احنا في الفرص اللي جات. الفعالية يعني كانت ناقصة شوية في بعض الأحيان، لكن وش نقول احنا الأمور الآن يعني تعقدت أكثر في حسابات البقاء. أكيد مازالت لنا مباراة متأخرة أمام فريق شباب الوزداد. احنا كنا حابين يعني على الأقل نتيجة إيجابية اليوم باش نحضر بها بقية المشوار بكل أريحية، لكن ما كتبتش. يعني إن شاء الله الآن لازم ننساو الشيء هذا، نحاول نحضر أنفسنا إن شاء الله للمستقبل، لأنه نهاية الموسم راح تكون صعبة، راح تكون يعني تحتاج النفس صاحب النفس الطويل هو اللي أكيد راح يحقق أهدافه. نتمنى إن شاء الله أنه في أقرب وقت احنا نحقق أهدافنا، وهو ضمان البقاء في أقرب فرصة إن شاء الله. شنو هو سبب هذه التعثرات كامله؟ الكيب بدات بيان، لي جوار هما لكن في الاونه الاخيره نشوفوا يعني في الاقصاء في الكاس في البطوله نتائج متذبذبه. اكيد هي اقصاء الكاس. لو تشوف يعني المباراه، ما يعني قدمنا مباراه مليحه في مباراه الكاس. نظن واش راح نقول لك، احنا يعني البطوله الوطنيه عودتنا، هي ما نقولوش الفريق تراجع. فرق يعني صحت المسار تاعها في الميركاتو. كاين فرق اللي دارت انتدابات، وفرق اللي امنت بحظوظها الى غايه اخر لحظه. احنا اكيد بدينا الموسم بقوه، وحتى مرحله الذهاب ممكن كنا في قبل المرحله الاخيره كنا في المركز الثالث، ولكن الفرق اللي لعبت مبارياتها المتاخره هي اللي خلتنا ربما يعني في سلم الترتيب عاودنا تراجعنا. الآن مطالبين بالعمل وفقط، لأنه العمل هو اللي راح يخليك تصحح أخطائك ويخليك تتقدم نحو الأمام إن شاء الله. نختموا بلونترينور زلفاني. واتهمكم مباشرة، قال لك المدرب المساعد تاعي هو سبب رحيلي عن اتحاد كوزة. لا أنا ما نرد، ما والو، ما نقدرش نرد، ما نقدرش نتكلم على إنسان اللي ماهوش حاضر معايا. أكيد أنا عندي 5 سنوات وأنا في الفريق، عملت مع 5 مدربين، فيهم مدربين يعني وطنيين اللي هما نبيل النغيز والعقبي، يعني اللي كانوا في الفريق الوطني التونسي والفريق الوطني الجزائري. الحمد لله أنا ما عندي مشكل مع حتى واحد، يعني هو حر في كلامه، كل واحد يعرف روحه واش يسوى. هذه هي. أنا 5 سنوات ما عندي مشكل مع حتى أحد، واليوم إلى هذا مازلني على تواصل مع كل المدربين. الحمد لله يا ربي. يعطيك الصحة، بارك الله فيك.